الجزء العملي اللي هو في حمام السباحه اللي هي المحصوره، والجزء العملي في البحر المفتوح. الجزء النظري خلاص قلنا اللي هو هيبقى اونلاين. تمام. البحر العملي في المسبح هنشوف مع كابتن احمد علي الدكتور ودكتور رأفت المواعيد هتبقى شكلها عامل ازاي بالظبط، وبرضه هيبقى هيبقى التنسيق برضه موجود. وبالنسبه لطلعه البحر هي هتبقى طلعه واحده في البحر المفتوح، وربنا ان شاء الله يكرم فيها، يعني هنغطي فيها كل حاجه. والمفروض يبقى عندنا 4 غواصات في البحر المفتوح. وطبعا عندنا هنا في اسكندريه في مشكله كبيره، في مشكله كبيره بالنسبه لاستخراج التصاريح. فاحنا بنحاول نتحايل على كل الجهات علشان الناس تستفيد. احنا كنا ممكن نعمل الكورس في اماكن كتير، اخر ميه هتنزلها فيها وفي ناس في لون الستار اكيد عملتها هتبقى 3 متر 4 متر، ويلا هتشوف حاجه ولا هتعرف تعمل حاجه. وفي يعني احنا مش عايزين نعمل كده. احنا جايين نقدم حاجه ان شاء الله تكون مفيده وتكون محترمه وتليق بيكم وتليق بينا. نقدر نستفيد بيها بعدين. وبعدين معلش انت لما تتاسس في 1 ستار دايفر هتيجي في 2 ستار دايفر هتريحك، هتبقى انت برضه متجاوب. لما تيجي في 3 ستار دايفر هتبقى راجل متمكن. كل الكلام ده هو ده اللي احنا بنشتغل عليه. فبرضه هتساعدونا ان احنا هنصبر شويه لحد لما الدنيا موضوع التصاريح دي تتظبط.